لو رجعنا بالزمن شوية وبصينا على تاريخ الكلاسيكو هنكتشف ان الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو عمره ما كان صراع بطولات ولا صراع ماتشات، لكن دايما هتلاحظ انه صراع بين روايتين، وكل رواية بتحاول تثبت انها الاعظم، بس مش عن طريق الحكاية، عن طريق النهاية. ريال مدريد دايما بيحب يقف عند اخر السطر، عند الصورة النهائية، عند الكاس المرفوع، عند الرقم اللي مكتوب في ويكيبيديا، لانه في النهاية نادي باني هويته الحديثة على حاجة واحدة: ان التاريخ يكتبه المنتصر، وان اللي بيكسب اكتر هو اللي صح اكتر. برشلونة في المقابل والفترة الطويلة حاول يبني روايته بشكل مختلف. رواية بتقول ان الطريقة اهم من النتيجة، وان الهوية اهم من الكاس، وان احنا كسبنا واحنا بنلعب بطريقتنا. لكن مع الوقت ومع تراكم الخسارات الاوروبية الرواية دي بدأت تضعف، وبدأت الارقام تفرض نفسها حتى على اللي كانوا بيرفضوها. خلينا نرجع للحظة مفصلية سنة 2009. برشلونة بيب جوارديولا، الفريق اللي كتير اعتبروه اعظم فريق لعب كرة قدم حديثة، يكسب السداسية ويدمر ريال مدريد في البرنابيو في كلاسيكو 6-2، ويقدم كرة قدم لدرجة ان حتى بعض مشجعي ريال مدريد اعترفوا انهم بيتفرجوا على حاجة غير عادية. في اللحظة دي لو سألت اي حد مين الاقوى، الإجابة واضحة. لكن بعد ما عدت السنين ورجع ريال مدريد وسيطر أوروبيا، وبعد ما كسب دوري الأبطال في 2014 و16 و17 و18، فجأة السردية اتغيرت، وبقى في ناس كتير بتتكلم كأن مرحلة برشلونة دي كانت جميلة بس نقص، لان ريال مدريد في الاخر هو اللي عنده الرقم الاكبر، وهو ده جوهر المغالطه، انك تستخدم الانجاز كانه دليل على كل شيء، مش نتيجه لظروف وازمنه وسياقات مختلفه. لما حد يقولك ان ريال مدريد اعظم من برشلونه عشان عنده دوري ابطال اكتر، هو كده مش بيحلل الكلاسيكو، هو بيقفل باب التحليل اصلا، كانه بيقولك ما تبصش للماتشات، ما تبصش للفترات، ما تبصش للتفوق المتبادل، لا، بص على الرقم اللي مكتوب في الاخر، اهم حاجه النتيجه النهائيه. بس في الحقيقه الكلاسيكو عمره ما كان خط مستقيم، دايما موجات. في فتره من 2008 ل 2012 برشلونه كان الفريق الاقوى بشكل واضح، بيكسب ريال مدريد في الدوري وفي الكاس وفي دوري الابطال سنه 2011، وبيكسبهم بطريقه خلت ريال مدريد نفسه يغير هويته ويجيب جوزيه مورينيو. ما راح فين جوزيه مورينيو؟ بس جايبينه مش عشان ينافس في اوروبا، لا، جايبينه علشان يوقف برشلونه، وده بيبين لك ان مش دايما التفوق مرتبط بالكاس اللي في الاخر، لكنه مرتبط باللحظه اللي انت بتفرض فيها نفسك على خصمك. لكن لما ريال مدريد رجع وكسب دوري الابطال في 2014 بعد 10 سنين عجاف، وبعدها دخل في ثلاثيه تاريخيه مع زيدان من 2016 ل 2018، السرديه اتقلبت تاني، وبقى في ميل ان كل اللي فات ده يتحط في خانه فترة عابرة، لأن الرقم النهائي دلوقتي في صالح ريال مدريد، وده ظلم للتاريخ. لما تقول إن ريال مدريد أفضل عشان عنده إنجازات أكتر، أنت بتلغي فترات كبيرة كان متفوق فيها برشلونة فنيا وتكتيكيا ونفسيا، وبتختزل كل ده بكاس مرفوعة في سنة مختلفة بلاعبين مختلفين. ومثال تاني أوضح في حتة الاحتكام إلى الإنجاز اللي احنا بنتكلم فيها دي، نهائي دوري أبطال أوروبا 2011، برشلونة ضد مانشستر يونايتد. كتير من المحللين بيعتبروا لغايه دلوقتي ان الاداء ده اعظم ما قدم في نهائي اوروبا، ومع ذلك لو حطيت الانجاز ده جنب انجازات ريال مدريد الناس هتقول لك ماشي، بس ريال مدريد كسب اكتر، وكاننا بنقارن فيلم اتعمل باتقان شديد جدا، اتقان نادر بس ما جابش ايرادات، بفيلم تاني اتعمل بقلبان بس حطم شباك التذاكر، وتيجي تقول ان الفيلم التاني اعظم. الانجاز هنا مش كده، بس هو مش الحقيقه كامله. الكلاسيكو علمنا ان المتفوق بيتغير، والسيطره بتروح وتيجي، وان النادي اللي كسب اكتر في المجمل مش بالضروره هو اللي هزم في لحظات الصراع بتاعه الكلاسيكو. لكن مغالطه الاحتكام الى الانجاز بتحب تمسح التفاصيل، وبتحب تبسط القصه لانها مريحه، لانها بتدي احساس بالحسم، والنقاش ليه اجابه واحده، مع ان الواقع اعقد من كده بكتير. والاخطر من كده ان المغالطه دي بتخلي الناس تعيد كتابه احساسها بالماتشات القديمه. ماتشات برشلونه اللي كان فيها سيطره كامله على ريال مدريد بتتحول مع الوقت الى ماتشات مبالغ فيها، وماتشات ريال مدريد اللي كان فيها معاناه بتتحول في الاخر الى روح البطل، بس لان النهايه العامه في الاخر في صالح طرف واحد، وده كده انت مش بتحلل، ده اسمه انتقاء ذاكره. الكلاسيكو في جوهره مش معركة أرقام، لكنه معركة لحظات، فترات، أفكار وصراعات بتنزل وبتطلع، وكل فترة فيهم ليها بطلها، وكل بطل ليه أدواته
اخواته، كل انجاز ليه سياق. لكن لما نحاكم كل ده برقم واحد في الاخر، احنا كده بنقتل الحكايه وبنختزل تاريخ طويل ومعقد لمقارنه كسوله. وسط الكلام عن ريال مدريد وبرشلونه وعن الانجازات اللي بتتراكم والارقام اللي بتقفل اي نقاش، يجي اسمين ما ينفعش يعدوا غير لما نقف معاهم شويه: ميسي ورونالدو. لان لو في مثال واحد من غلطه الاحتكام للانجاز ظهرت فيه باقصى درجاتها، فهو المقارنه بين الاثنين في فتره الكلاسيكو. من 2009 ل 2018 الكلاسيكو ما كانش صراع بين ناديين، كان صراع شخصي مفتوح. كل ماتش فيه كانه استفتاء جديد على مين اللعيب الاعظم، وكل هدف فيه ما كانش بس بيتحسب في نتيجه المباراه، لا ده كان بيتأيد في التاريخ. ميسي دخل الفتره دي وهو جزء من منظومه متكامله، فريق بيلعب على ايقاعه وافكاره وبيطلع اعلى نسخه منه. في المقابل رونالدو دخل ريال مدريد سنه 2009 كجزء من مشروع غرضه ان هو يكسر هيمنه برشلونه، مش اوروبيا لا، فكريا ونفسيا ورمزيا. ولو وقفنا عند لحظات بعينها هنفهم قد ايه الانجاز بس بيظلم القصه. في 2 مايو 2009 ميسي بيلعب في البرنابيو ويسجل هدفين في مباراه ال6-2 الشهيره. مباراه مش بس كسرت ريال مدريد وقتها، لا دي كسرت احساسه بالتفوق وخلت النادي يعترف ضمنيا ان المواجهه مع برشلونه عمرها ما تتحل غير بتغيير جذري في الافكار. وهو ده اللي حصل فعلا بعد كده مع مورينيو. بعدها بسنتين في نص نهائي دوري الابطال 2011 ميسي يطلع واحد من اعظم عروضه الفرديه في ملعب سانتياغو برنابيو ويعدي لعيبه ريال مدريد 1-1 ويسجل هدف بقى جزء من ذاكره الكلاسيكو نفسها. لحظه فنيه خالصه ما كانتش محتاجه الكاس علشان تثبت عظمتها. في الفتره دي تحديدا لو كنت بتتكلم على التفوق داخل الكلاسيكو وعن التاثير المباشر في المواجهات، كان صعب جدا تتجاهل ان ميسي حاضر بشكل اقوى واكثر تاثيرا واقرب لفكره اللاعب اللي بيكسر خصمه قبل ما يلعبه حتى. بس القصه ما وقفتش هنا. ابتداء من 2014 ومع وصول ريال مدريد للعاشره للدسمه، بدا ميزان الانجاز يميل بوضوح ناحيه رونالدو، مش بسبب عدد بطولات دوري الابطال لكن بسبب التوقيت، الدراما والقدره على الحسم في اللحظات اللي البطوله كلها بتقف عليها. نهائي لشبونه 2014، اهداف حاسمه في ادوار خروج المغلوب، وثلاثيه تاريخيه من 2016 ل 2018 مع زيدان. وفي قلب كل ده رونالدو بيبني صورته كنجم النهائيات ورجل اللحظات الاخيره، وده اللاعب اللي وجوده بيختصر الوصول للكاس. وهنا بالظبط حصل التحول في النقاش، بقى في ميل اننا نرجع تاني نبص على فتره ميسي بس من ناحيه الصوره النهائيه، الكاس، ونقول والله الراجل ده كان تاثيره جمالي اكتر منه حاسم، مع ان ده تبسيط شديد لان الحسم له اكتر من شكل، مش كلها بتتحسب في عدد الكؤوس. ميسي حسم الكلاسيكو كتير باداء، بفرض سيطره، بتغيير شكل المباراه نفسها، ورونالدو حسم فترات اوروبيه كامله بارقام واهداف في اللحظات الحاسمه. لكن لما النقاش اتحصر في الانجاز بقى واحد هو الاعظم لان عنده دوري ابطال اكتر، والتاني يتقال عليه انه ناقص، مع ان الاتنين عاشوا سياقات مختلفه تماما. الاخطر من كده ان مغالطه الاحتكام الى الانجاز خلت ناس كتير تعيد كتابه احساسها بمواجهات بعينها. يعني الماتشات اللي كان فيها ميسي مسيطر بالطول وبالعرض ومعاه الكوره بقت استحواذ من غير فايده، وزي ما قلنا على ماتشات ريال مدريد اللي بيعاني فيها بقت شخصيه البطل بس الارقام مع كريستيانو رونالدو في الابطال. وده مش ذنب ميسي ولا رونالدو، ده ذنب الطريقه اللي بنحب نحكي بيها الكوره، لان الحقيقه ان رونالدو وميسي مش نسختين من نفس اللاعب، ولا ينفع يتحاكموا بنفس المعيار ولا حتى بنفس نوع الانجاز. واحد عظم الكلاسيكو لانه كان جزء من لحظاته الفنيه الخالصه، والتاني عظمه لانه حوله لساحه ضغط وصراعات نفسيه انتهت بانجازات اوروبيه ضخمه. لكن لما نختصر القصه في ارقام بس، احنا كده مش بنقارن لاعبين، احنا بنقارن نهايات، وبننسى الرحله اللي خلت النهايات دي اصلا ممكن. مغالطه الاحتكام الى الانجاز مش بتجذب لكنها وبتختصر بطريقه ظالمه. هي بتقول لك بص على النتيجه وبتطلب منك تنسى الطريق، مع ان الطريق هو اللي بيشرح النتيجه دي حصلت ازاي اصلا. في الكلاسيكو الانجاز مهم والكاس مهم والرقم له قيمه، لكن عمره ما كان كفايه لوحده علشان يحكي القصه كامله. مش اللي كسب اكتر دايما هو اللي لعب احسن، ومش اللي خسر اقل هو اللي عاش لحظات اقل. ريال مدريد وبرشلونه مش ارقام متقابله في جدول، هما تاريخين متداخلين كل واحد فيهم عظم التاني، واللي فاهم الكلاسيكو بجد هو اللي يقدر يشوف الاتنين من غير ما يحتاج نقاش يتقفل بالكاس. الانجاز بيقفل الكلام بس عمره ما هيحكي الحكايه كلها. السلام عليكم.